نجوم اللي هو فيه عرق. طبعا معايا طبق فاضي زي كده. معايا 70 جرام من السكر بمعادل 4 معالق كبار. معايا معلقة خميرة بمعادل 20 جرام. رشة ملح صغيرة، نص معلقة ملح صغيرة. معايا 1 بيضة. معايا 400 جرام من المية بمعادل كوبايتين كبار. ممكن نحط كوباية ونص. لو العجينة لو الدقيق يحتاج مننا تاني ممكن نزود مية تاني، عشان في دي طبعا زي ما انتوا فاهمين ما بيشربش المية كلها. طبعا بنقلبه مع بعضه كده كويس، كله كده مع بعضه بالشكل دوت. لحد ما احس طبعا كل الخليط كله دخل كله طبعا في بعضه كله، والتكون كله مع بعضه. بصوا حطيت الدقيق طبعا بالشكل دوت، وابتديت الم العجينه. طبعا هي محتاجه معايا دقيق تاني، كل ما هتحتاج معايا دقيق كل ما هزود لها شويه دقيق كده. عشان كده بقول لكم ما تحطيش الدقيق كله الميه كلها مره واحده. ومعايا طبعا 4 معالق زيت، طبعا بحطهم في الاخر كده بلم بيهم العجينه. طبعا الزيت دوت بيبقى اخر حاجه يا جماعه. او كده بالشكل ده بفردها قدامي كده على الرخامه طبعا، وبلمها بشويه الزيت. طبعا لميتها كلها كده بالشكل دوت. اول ما تحس ان العجينه خلاص ما بقتش تلزق معاكي، خلاص كده تبقى العجينه كده تمام. تمام. هحطها طبعا في البوله دي كده واغطي عليها باكياس بلاستيك. طبعا هحطها في مكان دافي، طبعا الجو شتا وكده فهتاخد وقت شويه، ممكن تاخد معاكي من نص ساعه لساعه لحد ما تضاعف حجمها كده بالشكل دوت وتخمر كويس قوي قوي. طبعا بالمناسبة المية اللي انا حطيتها دي مية فترة، يعني عاملة زي دمعة العين، اللي هو دافية بسيط خالص، اللي هي ما تبقاش سخنة عشان ما تموتش الخميرة. تمام. ولو في الصيف هتجيبيها من الحنفية عادي وتشتغلي بيها عادي، مفيش اي مشكلة. لكن في الشتاء طبعا هتشتغلي بيها اللي هي فترة مية دافية جدا زي دمعة العين. ما ينفعش تبقى سخنة عن كده، وما ينفعش تبقى ساقعة خالص من التلاجة. تمام. هقطعها طبعا القطعة كده حوالي 50 جرام. طبعا الحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزة الفينو كبير، عايزة الكايزر كبير صغير، او الفينو الحجم اللي انت عايزاه والحجم اللي تفضليه. انا طبعا هقطعه بالحجم دوت وكده. انا طبعا عايزة فينو وسط وكده، مش عايزاه كبير قوي ولا صغير قوي. طبعا بعمله كور زي كده زي ما انتم شايفينه كده. طبعا العجينة ما شاء الله ارتاحت معايا كويس قوي. بفردها طبعا كده بالرخامة وبلفها كده اهو. بص ولا احلى من كده في ثواني. طبعا معايا صينيه طبعا دهنها زيت زي كده، وطبعا كل ما بتلم معايا كل ما بفردها. تمام. بفردها طبعا بالنشابه زي كده، واروح بقى لمها كده اهو زي رول كده، واروح حاطه على طول. بس دايما بخلي القفله يا جماعه من تحت، دايما قفله رغيف الفينو من تحت. طبعا بفرد واحده تانية. طبعا مش بياخد معايا اي حاجه ومش مكلف خالص خالص. لو حسبتيها هتلاقي مثلا كيلو دقيق مثلا عامل 7 جنيه. والبيضة مثلا طبعا كده كده البيض طبعا عندنا موجود يعني. او لو هتشتريها مثلا مش عارفة والله جنيه ونص ولا كام، يبقى حوالي 8 جنيه ونص. والخميرة والحاجات التانية البسيطة دي بتاع حوالي 10 جنيه، والسمسم وكده. وهتعملي ما شاء الله كمية حلوة من الفينو او الكايزر. طبعا بقى هيبقى حلو جدا جدا في جو بقى المدارس اللي احنا فيه دوت وكده. افضل بكتير قوي قوي ما تشتريه من بره جاهز، خصوصا بقى الجو بقى اللي هو الكورونا بقى والحاجات اللي احنا فيها دي، ربنا يبعد عننا يا رب. فطبعا مش ضامنين نظافة الحاجة كويس. فطبعا الحاجة لما تعمليها ببيتك هتبقى موفرة جدا جدا، وحاجة نظيفة عاملاها وضمنها طبعا، وضمنها نظافتها. بص طبعا برص في الصواني اول ما بخلص كده، برص في الصواني كده بالشكل دوت. ودي طبعا اللي هعملها كايزر. بصوا عملت طبعا 10 كده من الكايزر. ودي طبعا معايا بيضة معاها شوية زيت ورشة فانيليا صغيرة، وبدوبهم كويس قوي وابتدي المع بيهم الوش قبل طبعا ما ادخلها الفرن. بصوا اول ما بخلصها كلها كده تشكيل، بروح بقى طبعا دهنها كلها كده بالزيت والبيض ورشة الفانيليا. رشة الفانيليا ليه يا جماعة؟
ان هي طبعا الفانيليا دي متخليش اي زفارة خالص في البيت. وطبعا الكايزر كله كده برضو بالشكل دوت بلمعه كله كده. البيت دوت بيخلي وشه بيلمع جدا جدا جدا. وده طبعا معايا سمسم ابيض، طبعا بحط شوية بشوية كده بالشكل دوت اهو كده بالشكل ده. طبعا عايزة تحطي سمسم محمص مفيش مشكلة، بس السمسم الني بيفضل طبعا السمسم الني وكده علشان لسه بقى بيستوي كده، فعشان ما يتحرقش مننا. طبعا بحط على الكايزر كله كده بالشكل دوت اهو. بصوا طبعا بعده طبعا وطبعا لسه هيخمر حجمه طبعا هيتضاعف. انا عملت 10 كايزر و30 رغيف فينو، يعني حوالي 40 رغيف فينو. كايزر 10 و30 فينو، يعني 40 قطعة، يعتبر بكيلو دقيق عملت 40 رغيف فينو. ما شاء الله مش مكلف خالص وجميل جميل فعلا، وكفاية ريحته وجماله وحلاوته. طبعا ادخلها على فرن 200 لدرجة لمدة 10 دقايق. طبعا بصوا بحط طبعا على الرف اللي في النص، طبعا ببقى مولعة من فوق طبعا زي الشمعة بالظبط، زي الشمعة كده بروح مولعة. طبعا النار بتبقى هادية جدا جدا، او لو الفرن عندك مش مظبوط ممكن طبعا بتروحي مولعة من تحت لحد طبعا ما ياخد لون من تحت، وبعد كده تطلعيه على الشواية. يا دوب تولعي بس الشواية مفيش ثواني، وتروحي بعد كده شايلاه بقى من الفرن اول ما ياخد لونه كده. تمام، بصوا شايفين لونه وجماله وحلاوته بجد حلو قوي قوي. ومجرد ما بيطلع من الفرن طبعا لو عندك بخاخة مية ولا حاجة بتروحي رشاه رشة كده خفيفة، يا اما طبعا تبل ايدك كده من الحنفية وترشي زي ما انا هعمل دلوقتي. وطبعا بتطلعيه طبعا بتلمي بقى وتحطي على صينية كده ولا حاجة، وتغطي دايما بفوطة اول، كل اللي يطلع بفوطة اول باول وتغطي. بصوا هي دي الحركة اللي انا بقولكم عليها. طبعا في الافران بيبقى بقى فيه بخاخ زي رشاش كده، بيبقى طبعا فيه بخار ومية، فبيرشوا بيه اول ما الصواني تطلع من الفرن عشان تطلع طرية. حركة المية دي يا جماعة بتخليه طالع بيبقى طري جدا، بس مية ايه على خفيف خالص وهو لسه طالع من الفرن سخن جدا. بصوا طبعا بعد ما خلصته كده بالشكل دوت، بصوا شايفين الكايزر طري ازاي، بجد لونه حلو قوي قوي وريحته جميلة وريحته حلوة قوي قوي. يستحق منكم بجد احلى لايك. بصوا كل ده بكيلو دقيق والله، عمل معايا ما شاء الله كمية حلوة يعني، وقد ايه طري جدا جدا وجميل قوي قوي. ممكن بقى تحفظيه زي ما هو كده في اكياس بلاستيك وتحطيها في الفريزر، ما بتتأثرش وما بيحصلهاش اي حاجة. ومسافة ما بتطلعيها خلاص تسيبيها شوية بتفك ولا فيها اي حاجة، كأنك لسه عاملاها طازة. او ممكن تحطيها في الميكرويف 5 دقايق لا سخنت جدا كأنك لسه عاملاها حالا. بصوا بفتح لكم واحدة كده بالشكل دوت، بصوا شايفين الفينو من جوه، بصوا الفراغات بتاعته حلوة قوي قوي قوي. بصوا شايفين الجمال والحلاوة، بجد هيبقى حلو قوي في جو الشتاء اللي احنا فيه دوت، بجد يستحق التجربة والله. حلوة قوي قوي بجد، مش مكلف خالص، وطريقة بسيطة وجميلة وسهلة قوي قوي، وهيبقى معاكم حلو جدا جدا بإذن الله. بجد يستحق التجربة. بص طبعا بفتح لكم واحدة كده من الكايزر، بصوا برضو شايفين الطراوة بتاعتها طرية جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم مجرد ما بيطلع من الفرن بنحط له طبعا رشة خفيفة كده من المية، ونغطي طبعا عليه بفوطة وكده، فعشان يفضل معانا طري جدا. وطبعا لما بيبرد بندخله في الفريزر لو عايزين نحفظه في الفريزر. يا رب يا حبايبي الفيديو النهارده بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله، مع الف سلامه.